المصريين من خلال القنوات الإعلامية نتاعهم تيبان بأنهم باغيين ينتزعوا كأس عصبة الأبطال الإفريقية بكافة الطرق ولو بالوسائل غير رياضية من الوداد البيضاوي. ملي انتزع الوداد التأهل من أرض أعداء الوحدة الترابية جنوب إفريقيا، والإعلام المصري كيبرح وكيحاول التأثير على الفريق المغربي. هناك من يصرح بأن تأهل الوداد كان أمر استثنائي، يعني ضربة حظ، إلى درجة أن بعض المصريين اتهموا الوداديين بأنهم استعملوا السحر، وهذا السحر الذي استعمله فريق الوداد هو اللي جعل اللاعب الجنوب الإفريقي يسجل ضد مرماه. وهناك من صرح بأن الأهلي سيهزم الوداد بحصة عريضة، معتقدين بأن الوداد البيضاوي لا يستحق التأهل، وأن فريق سان داونز الجنوب الإفريقي كان من الناحية التقنية والتنظيمية أفضل من الوداد، وبأن الوداد البيضاوي مستواه في تنازل مستمر. في نفس الوقت المصريين كيتخوفوا من نادي الوداد البيضاوي. عدد من المصريين صرحوا بأن الوداد رغم الصعوبات التي مر منها سابقا كيبقى فريق كيتميز بالروح القتالية وعنده دفاع متماسك، وأنه يتميز بقوة الربط بين الخطوط الدفاع والوسط والهجوم، وبأن الوداد البيضاوي كيتميز بالهجومات السريعة وبالتمريرات العرضية الخطيرة في مربع العمليات التي تزداد خطورة مع تواجد اللاعب الكونغولي سامبو. تخوف الأهلي المصري من الوداد سيدفع المصريين للأسف إلى الاعتماد على وسائل غير رياضية للظفر بكأس عصبة الأبطال الإفريقية، ومن بين هذه الوسائل كما يلي. أولا، هم كيعتبروا وكيتهموا بأن الوداد استعمل السحر ضد الفريق الجنوب الإفريقي سان داونز. ماذا يعني هذا؟ يعني أن المصريين سيستخدمون السحر القديم الذي ورثوه من عهد الفراعنة ليساعدهم على هزم الوداديين. ثانيا، غادي يأثروا على الحكم المساعد في الفار اللي من جنسية جزائرية، والجزائريين معروفين راه كيبيعوا الدمام ديالهم لخدمة عادة البوليزاريو. وأيضا غادي نعتمدوا على الحكم تيسيما اللي عيناته الكاف في مقابلة إياب الدار البيضاء. هذا الحكم تيسيما يتردد على أفخم الفنادق المصرية بدون أن يؤدي ولو جنيه واحد من جيبه. ثالثا، اللعابة ديال الأهلي المصري مخططين باش يستفزوا اللاعبين ديال الوداد، إما غادي يسبوهم أو غادي يضربوهم أو غادي يقوموا بشي احتكاكات أو حركات غير رياضية باش يصيدوا شي لاعب ودادي بالحمراء ويستافدوا من النقص العددي فيما تبقى من وقت المباراة. والمصريين مركزين بالأخص على اللعابة الوداديين اللي حاصلين على البطاقة الصفراء، وإلا خداو بطاقة أخرى راه ما غاديش يلعبوا في المقابلة الثانية بالدار البيضاء. ومن بين هاد اللاعبين اللي غيركزوا عليهم كاين يحيى جبران لاعب الوسط والمدافع آمين أبو الفتح، هادو راه عندهم بطاقات صفراء. اللعابة ديال الأهلي المصري غادي يحاولوا يصيدوا شي بيلانتي، غادي يحتفظوا بالكرة في مربع العمليات ديال الوداد البيضاوي، وغادي يتظاهروا بالسقوط باش يحصلوا على ضربة جزاء، وبالأخص في مقابلة أياب الدار البيضاء ومع تواجد الحكم تيسيما. الإعلام المصري حاليا يحاول التأثير على مهاجم الوداد الكونغولي سامبو من خلال نشر الخبر اللي كيقول بأن نادي الأهلي المصري كيتفاوض مع إدارة الوداد لإبرام صفقة انتقال اللاعب سامبو من نادي الوداد البيضاوي إلى نادي الأهلي المصري، وأن وسائل الإعلام اتصلت باللاعب الكونغولي وصرح لها بأنه لا علم له بهذه الصفقة، بمعنى أن إدارة الوداد البيضاوي لم تخبر اللاعب الكونغولي بهذه المفاوضات. وذكرت وسائل الإعلام المصرية بأن اللاعب الكونغولي صرح بأنه يحصل له الشرف لو انتقل إلى نادي الأهلي المصري، بمعنى أن سامبو يريد الانتقال من الوداد إلى نادي الأهلي المصري. ويضيف الخبر يعني القنوات المصرية بأن قيمة هذه الصفقة، صفقة انتقال اللاعب سامبو من الوداد إلى الأهلي، تبلغ 2 مليون دولار. كنتمناو من فريق الوداد البيضاوي
أنه ما يتأثرش بهذه الحملات الإعلامية اللي كتنشرها وسائل الإعلام المصرية. هذه الأولى. والثانية، خاص فريق الوداد البيضاوي على أرضية الملعب سواء في القاهرة أو في الدار البيضاء، خاص اللعابة ما يتنرفاوش، وخاص اللعابة ما يتأثروش باستفزازات اللاعبين المصريين. وثالثا، لاعبي الوداد خاصهم يحاولوا يتجنبوا الاحتكاكات غير الرياضية مع اللاعبين المصريين داخل مربع عمليات الوداد البيضاوي لتفادي ضربات الجزاء. واللاعبين اللي حاصلين على البطاقة الصفراء هم اللي خاصهم يردوا البال أكثر من غيرهم. نتمناو من فريق الوداد البيضاوي أنه ما يتأثرش بهذه الحملات الإعلامية اللي كتشنها القنوات المصرية. هذه الأولى. المسألة الثانية، بغينا من فريق الوداد البيضاوي على أرضية الملعب سواء في القاهرة أو الدار البيضاء يتحكم في الأعصاب ديالو وما يتأثرش باستفزازات اللاعبين كيفما كانت. ويمكن اللاعبين ديال الوداد البيضاوي يحتجوا الحكم، ولكن بروح رياضية وبطريقة رياضية وقانونية، لأن اللاعبين المصريين داخل الميدان وأيضا الحكم تيسيما يتربصان بالوداد البيضاوي، خاصة وأن هناك من صرح في وسائل الإعلام بأن الأهلي سينتقم من الوداد البيضاوي. وسائل الإعلام المغربية حتى هي خاصة تقوم بالعمل ديالها، الضغط ما أمكن على هذا الحكم تيسيما حتى يكون محايدا في مقابلة الإياب بالدار البيضاء، وأن لا ينحاز لأي فريق سواء الوداد البيضاوي أو الأهلي المصري.